تخيلوا معايا انكم داخلين مكان مليان ناس كتيرة. فجأة بتحسوا ضربات قلبكم بقت سريعة، ايديكم بتعرق، بتتوتروا، حاسين برعشة في جسمكم، وكأن كل عيون الناس بتبص عليكم انتم، حتى لو محدش اصلا واخد باله منكم. هو ده بقى الرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي عبارة عن خوف بيسيطر عليك، عامل زي الوحش اللي واقف مترصد لك، مش قادر تتكلم، مش قادر تعبر عن نفسك، مش قادر حتى تقول كلمة أو تعبر عن اللي جواك، حتى لو قدام مجموعة صغيرة من الناس، مش عارف تكون انت على طبيعتك. فبالتالي بيكون تجربة مرهقة جدا وصعبة لأي حد مر بيها، خصوصا ان هو بيأثر قوي على الثقة بالنفس وعلى علاقاتك، واحيانا كمان على الفرص اللي ممكن تغير حياتك. بودكاست النهارده حابة أشارك معاكم تجربتي الشخصية إني إزاي اتخلصت من الرهاب الاجتماعي تماما. أنا ياسمين وده ياسمين's كورنر. لو بتسمعوني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل الفيديوز الجديدة. طيب مبدئيا كده خلينا متفقين إن في أكتر من نوع لاضطرابات القلق، والرهاب الاجتماعي ده هو واحد منهم. وعندنا نوعين من الرهاب الاجتماعي. في رهاب اجتماعي مربوط بحاجة معينة، زي مثلا ان انا اطلع اتكلم او اعمل برزنتيشن قدام عدد كبير جدا من الناس، فالموقف ده طبيعي هيوترني جدا، هحس برعشة في جسمي، توتر، عرق، مش عارفة اتكلم، بتلعثم في الكلام. بيبقى عقلي رابط مواقف معينة او احداث معينة لو حصلت او اتحطيت